ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الفل عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء المحبة، يا مساء الجمال، يا مساء التسامح والتفاؤل، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. النهارده روتيننا بقى يبقى في المطبخ، واول كده اول حاجه عملتها روقت البوتاجاز كده وخليته زي الفل زي ما شفتوه معانا. وروقت الحوض برضو ما خلتش فيه اي مواعين، كل المواعين غسلتها. وطلعت هنا كيس جوافه كده يفك معايا عشان هضربه كده، ابني بيحبه بصراحه. فطلعت كيس كده، قلت عشان وسط الاكل يعني مؤخرا بقينا بنحب كده وسط الاكل يبقى فيه عصير، يعني موجود عصير بعمل، مش موجود فما خلاص ما بعملش، بس من طول ما انا موجود عندي او مفرزه في الفريزر او عندي فواكه هي طازه فريش، بصراحه بعملها عصير عشان خاطر ابني. فحطيتها هنا تفك كده الجوافه، وطلعت برضو اللحمه تفك. وهنا جبت الخضره بقى كده، هظبطها بقى كده وانضفها واغسلها غسله كويسه، واحطها بقى تتصفى، وتشوفوا هنعمل ايه بقى النهارده. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا في الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك يا جماعه، حطوا اللايك والله مش هتخسروا حاجه. حطوا اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واضغطوا على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. ولو ابنك بصي يعني لو ابنك ما بيحبش حاجة اسمها لحمة، او هو يعني ما بياكلش اللحمة دي نهائي، حاولي ان انت تدخليها له في اي حاجة زي ما انا هعملها النهاردة. حاولي ان انت تغيري له، يعني تغيري له في اللحمة، حاولي ان انت تغيري في طريقة تسويتها. يعني بصي غيري، اعملي اي حاجة من اللحمة. ممكن تعملها له كفتة، ممكن تعملها متعصجة، بشاميل، جلاش، يعني اي حاجه. حاولي ان انت تخبيها له في اي حاجه بحيث ان هو ياكلها وياخد القيمه الغذائيه بتاعتها، من غير بقى ما يقولك لا يا مامي لحمه، لا لا لا. يعني حاولي ان انت تاكليها له كده. حاولي معاه، يعني حاولي، انا بحاول اغير على قد ما اقدر. بعمل له هو اكله مخصوص عشان خاطر ياكل اللحمه. فالفيديو يعني النهارده هيتكلم عن ان انت حاولي ان انت تغيري بصراحه، يعني حاولي ان انت تغيري بقى عن اللحمه التقليديه اللي هو تسلقيها او تحمريها. لا، الاطفال ما بتحبش تاكل اللحمه صريحه كده، يعني ما بتحبش تاكلها اللي هي قطعه اللحمه. ابنك ما بياكلش اللحمه او بنتك ما بتاكلش اللحمه. اولادنا عامه، يعني كل الاولاد في السن، يعني في السن اللي هو الصغير، سنتين تلاتة أربعة يعني، في كمان بيوصل ل10 سنين يعني بيبقوا مش حابين اللحمة. فانت حاولي تغيري لهم فيها، يعني حاولي تعمليها بكذا طريقة مختلفة. يعني انا في مره كنت بقول للدكتور بتاع ابني اللي انا ببقى متابعه معاه يعني وكده، فقال لي حاولي تغيري له فيها. يعني حاولي تعمليها مره بفتيك، حاولي تعمليها مره متعصجه كده تدخلها له في اي وصفه. حاولي تعملها له كفته. فشوفي الحاجه اللي ابنك يحبها او بنتك تحبها وغيري فيها. انا عارفه ان اسعار اللحمه الايام دي حاجه كده فاقت الخيال او التوقعات زي ما بيقولوا، بس لازم بنجيبها، لازم هنجيبها. مفيش بيت بيخلى، ما يعني مفيش بيت بيستغنى عن اللحمة حتى لو كل فترة، بس هتجيبيها. حاولي بقى ان انت تجيبيها تعمليها يعني تعمليها لابنك وبنتك بشكل كده كويس، وهم يتقبلوها وياكلوها عشان ياخدوا القيمة الغذائية بتاعتها. هنا هي اللحمة فكت معايا، انا غسلت زي ما انتوا شفتوا معايا كده، غسلت الطماطم بقى وجهزت هنا الحاجات بقى اللي انا هستخدمها في السلطة. هنا زي ما انتوا شايفين ده كيلو لحمة، انا هستخدم نصه فقط، يعني هستخدم النص فقط. هعمله كده كفتة وهتشوفها هعملها ازاي. هستخدم نص، والنص التاني بقى هبقى اعمله بطريقة تانية لان احنا فردين، يعني مش هعمل كمية اكتر من كده، يعني دي كده كمية حلوة قوي. فهنا ده نص كيلو لحمة، فهضربه هنا كده في الكبة بتاعت الخلاط، مش في كبة اللحمة ولا حاجة، كبة الخلاط العادية. قطعته كده قطع صغيرة وافرمه بقى كويس. وبعد ما افرمه هنرجع نشوف مع بعض هنعمله ازاي. الكبة دي على فكرة حلوة جدا، يعني هي بتاعت الخلاط بقى لا متينة وحلوة جدا وبتفرمني اللحمة في منتهى الجمال والله. شايفين هنا اللحمة اتفرمت، شايفين عاملة ازاي. هنا جبت بولة اهي بلاستيك، وهنزل فيها بقى اللحمة كده. انا هعملها كفتة النهاردة، اللي هي زي كفتة الحاتي بقى زي ما تسميها. انا هعملها بقى كفتة كده، بس والله طعمها خطير جدا جدا جدا، لان انا ما بضيفش عليها حاجات كتير. يعني حاولي ان انت تخلي الاكل يبقى فيه، يعني ما تكتريش في التوابل، ما تكتريش في حاجات ملهاش لازمة، يعني هتغير لك طعم الحاجة نفسها. حاولي ان انت تخففي كده وتعملي الحاجة، يعني تبيني طعم الحاجة نفسها. التوابل، كتر التوابل بيغير من الاكل.
هنا شايفين البصلة البصلة انا بشرتها كويس وصفيتها من المية بتاعتها، خدت المية ديت هصبع بيها الكفتة والبصلة نفسها هحطها هنزل بيها على اللحمة. هنا شايفين التوابل اهو، مش معايا غير كزبرة، فلفل اسود، ملح ابيض، توم باودر، بصل باودر فقط. ملح، فلفل اسود، كزبرة، توم باودر، بصل باودر فقط، هما دولت بس. ومية البصل هنا انا حشتها على جنب هصبع بيها الكفتة، بحيث هتدينا طعم خطير والله، جربوها مش هتندموا. جبت هنا صينية زي ما انتوا شايفين كده، الصينية دي حلوة يعني حجمها كويس، هتشيل معايا نص كيلو اللحمة ده اللي انا فرمها، تشيله معايا بصراحة. يعني هتيجي بالظبط على قد كمية اللحمة بالظبط. هنا اهو بصبعها بمية البصلة، بتدي طعم جميل يعني، صبعها بمية البصلة. في ناس ممكن كده تعملها بزيت، لا انا بمية البصلة بستخدمها، بتطعم معايا الكفتة، يعني بتطعم معايا الكفتة اكتر. شايفين الجمال؟ حاولي ان انت يعني بصي يعني اعملي اكتر، شوفي ولادك بيحبوا ايه وحاولي ان انت تعملوه لهم. حاولي ان انت ما بيحبوش الفراخ دخلي لهم الفراخ في كذا حاجه، بحيث الحاجه اللي هما مش بياكلوها صريحه كده اللي هي قطعه الفراخ او قطعه اللحمه، غيري لهم، حاولي تعملي لهم الحاجه اللي هما بيحبوها، بحيث ياكلوها وجسمهم يستفاد منها وياخدوا القيمه الغذائيه بتاعتها. هنا شايفين انا خلصت الكفته، شايفين الجمال عامله ازاي؟ طبعا انا كبرت في الحجم بتاعها لان هي بعد ما تدخل الفرن يعني ايه بتكش كده زي ما بيقولوا، فحبيت ان انا اكبرها عشان برضو بعد ما تتسوي يبقى بعد ما تخلص سوا يبقى حجمها كويس. هنا جبت بقى الرز كده هغسله واظبطه واعمل كده حبة رز جنب الكفتة. يعني اكلي يعني النهارده اكلي زي ما بيقولوا نواشف، ما فيش بقى ولا طبيخ ولا صلصه ولا الكلام ده كله، اكل نواشف بس. هو ده الاكل والله، ابني اكل فيه لما بصوا لما قال كفايه يا مامي، يعني اكل. فهي ديت الحاجه اللي بيحبها فانا هعملها له خلاص بقى، هو بيحب كده، مش هسلق له اللحمه، هو عايزها كفته اعملها له كفته. وما دخلتلوش فيها دي يعني غير حاجات بسيطه عشان ما تضيعش طعم اللحمه الاساسي وما تضيعش القيمه الغذائيه بتاعتها. يعني حاجة كده اللي هي يعني الطعم الاصلي زي ما بيقولوا. ما كترتش بقى في التوابل. هنا اهو بعمل الرز، حطيت بقى الشعرية والحلة الصغنونة دي بقى المحندقة، دي حلة ماما يا جماعة، دي حلة ماما كانت جايلي كده. دايما ماما بتعمل المحشي لازم تبعتلي كده نصيبي زي ما بيقولوا في المحشي، فالحلة ديتي كانت ماما بعتها لي، انا بصراحة استغلتها، قلت اعمل فيها الرز النهاردة وبعد كده بقى بغسلها وابعتها لها. هنا الشعرية بقى تصفر، هروح نازلة بعديها، اروح نازلة بقى كده بحبة الرز. واعذروني بقى لو بتلخبط النهاردة، انا والله بصوا يعني سارقة الوقت ده اللي انا بمنتج فيه الفيديو، يعني سارقة الوقت كده بمنتج بصوا وانا مستخبية من ولادي، فربنا يخلي اولادكم جميعا يا رب ويحفظهم لكم. فبصراحة حاجة كده. شايفين الأكل، شايفين الجمال، الجمال عدى الكلام. هنا حطيت صلصة، أنا بحب الكفتة بالصلصة دي أوي. يلا بقى سلام.